السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كابتن عبد الله السعيد. الفترة اللي جاية مش بتاعت كابتن عبد الله السعيد، يعني بمعنى اصح السن واللي هو عمله قبل كده يشفعوا له وكل حاجة. بس الفترة اللي جاية في نادي الزمالك مش بتاعت الكابتن عبد الله السعيد. لازم يعني اديله مثلا اخر نص ساعة، اخر تلت ساعة هتبقى كويسة ليه وبالنسبة له، وذهنه هيكون حاضر، بإذن الله. عشان يكسب نادي الزمالك بكرة ولا بكورتين والامور بتخلص بإذن الله. ونيجي للنادي الاهلي. امام عاشور عايز يمشي، عايز يجيب عقد ويمشي، والنادي الاهلي عايز يحط له 10 مليون دولار. ال 10 مليون دولار دول اللي اتقال وقت وسام ابو علي. وسام ابو علي صمم ان هو يمشي، من النادي الاهلي. وفي الاخر الاهلي طلع له ب 8 مليون دولار وعلى فترات. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه ان شاء الله مطرح ما يروح، ويوفق الجميع ان شاء الله. وفي ان شاء الله الفتره اللي جايه بيتكلموا مع حسين الشحات عشان يجددوا له العقد سنتين ان شاء الله. ربنا يوفقهم ان شاء الله باذن الله. في ترتيب لغرفه خلع ملابس النادي الاهلي، نزول المستوى وخط الظهر والكلام ده كله. ربنا يوفق ان شاء الله الفرق المصرية باذن الله، ويوفقنا ان شاء الله على تقديم المحتوى الكويس ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.